هو حضرتك احنا بس النهارده اصدرنا قرار النهارده الصبح مع الوزير والقطاع الديني، بنؤكد فيه برضو عزم وزارة الأوقاف على الثبات على المبدأ وعلى تفعيل القانون 51 الصادر من رئيس الجمهورية باعتلاء المساجد للأزهريين فقط. أما خلاف ذلك أو من ينتمون إلى أي تيار سياسي أو حزب أو أحد الفصائل السياسية، نحن يعني نقف بالمرصاد وما زال موقفنا واضح وصريح. من ينطبق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف وهي أن يكون أزهريا خالصا سيتم مقابلته عن طريق اللجنة الثلاثية التي تعقد بكل المديريات لمن يتقدمون. وتقدم السيد الدكتور ياسر برهامي وعدد آخر يطلبون تصاريح، ومنحنا في بداية الأمر تصاريح لعدد 6. طب لماذا يا فندم تم منح هذه التصاريح إذا كان هناك قانون 51 الذي أصدره رئيس الجمهورية بوجوب أن يكون أزهريا من يعتلي المنبر؟ وأيضا من ضمن يعني عايزه اقول لحضرتك انه من ضمن خطه والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهوريه ومن ضمن خططه المبدئيه التي اعلن عنها صراحه هو تجديد الخطاب الديني، وذلك يعتمد بدرجه كبيره على قرارات وزاره الاوقاف التي صفق لها الجميع احتفى بقرارات وزاره الاوقاف ومواقف وزير الاوقاف. الموقف هو لم يتغير واكدنا عليه اليوم، وهؤلاء ال6 ينطبق عليهم الشروط. ما هي هذه الشروط يا فندم؟ مؤهلات عليا أزهرية. ما هي هذه الشروط؟ مؤهلات عليا أزهرية. نعم، مؤهلات عليا أزهرية اللي هي يعني الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه. لا ليسانس. الماجستير والدكتوراه يتقدم إلى وزارة الأوقاف، لكن من يحملون مؤهلات أزهرية كأصول الدين واللغة العربية وغيرها هؤلاء يتقدمون للمديريات ويتم مقابلتهم عن طريق اللجنة الثلاثية التي تتكون من مدير المديرية ومدير الوعظ ومدير المنطقة الأزهرية في كل محافظة، ثم ترفع الأسماء إلى الوزارة لاستخراج التصاريح. أما الذين يحملون ماجستير أو دكتوراه فهؤلاء يتقدمون إلى وزارة الأوقاف ورئيس هذه اللجنة التي تستقبل هؤلاء الذين يحملون مؤهلات عليا كالماجستير والدكتوراه هو وزير الأوقاف شخصيا، ومعه عدد من هيئة كبار العلماء يستقبلون هؤلاء الذين يحملون مؤهلات أزهرية في وزارة الأوقاف في الديوان العام وليس في المديريات. طيب دكتور محمد عبد الرازق، عفوا، وزير الأوقاف موجود النهارده، مواقفه الحازمة وأنتم بصفة حضرتك رئيس القطاع الديني وغيركم من الملتزمين بهذه القرارات والذين يحرصون على تجديد الخطاب الديني، أنتم موجودون الآن ولكن المناصب متغيرة، ولكن هذه القرارات ربما تفتح الأبواب فيما بعد لكل من يملك فكر متشدد وليس أزهريا بالدراسة ولكنه ببساطة ممكن يروح يعمل ماجستير ودكتوراه من هنا لسنتين قادمتين يحصل على هذه المؤهلات التي تتيح له اعتلاء المنابر من جديد، ويبقى كأنك يا أبو زيد ما غزيت، صح ولا إيه؟ لا 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 لا، نحن نضع نقاط رئيسية، ده قوانين دولة. إذا بقي الوزير أو بقيت أنا أو غيري أو رحلنا عن وزارة الأوقاف فهذه قوانين، ونحن في دولة قانون. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتغير هذه القوانين، إنها ثوابت وضعتها الدولة، لأننا في دولة قانون ولسنا في دولة عشوائية.